مخلوقات غريبة تعيش بداخلنا هو شيء ليس من الخيال، بل واقع يجهله كثير. لكن في الواقع هنالك حالات حقيقية لوجود كائنات حية داخل جسم الإنسان، كائنات تمكنت من التأقلم والنمو في تلك البيئة. لذا إليكم أغرب 5 حالات لكائنات وجدت على قيد الحياة في جسم الإنسان. وجدت نطفة حبار في فم امرأة تبلغ من العمر 63 عاما بكوريا الجنوبية، حيث اعترفت أنها تناولت الحبار في مطعم محلي، وبعد عدة أيام شعرت بوجود شيء غريب، ليكتشف الطبيب أن هنالك عددا من هذه الكائنات تعيش بفمها، إذ يبدو أن الحبار لم يكن مطبوخا بشكل جيد وكان جزء منه على قيد الحياة. عانى رجل مسن من السعال الشديد واعتقد أنه يعاني من ورم ما، ولكن الحقيقة أذهلت الأطباء عندما اكتشفوا نبات البازلاء مستقر في الرئتين، وهو ينمو ويزدهر بعدما علقت حبة بازلاء بالخطأ في أحد فروع رئتي الرجل. تم العثور على 57 دودة في أذن امرأة تبلغ من العمر 92 عاما، إذ وضعت تلك الديدان بيوضا في أذن هذه المرأة المسنة منذ وقت بعيد، الشيء الذي جعلها تتكاثر داخل أذنها بشكل رهيب. يعتقد بعض الأشخاص أن موضوع الديدان الشريطية هو مجرد خرافة، لكن التطور الطبي أثبت وجود طفيليات في أمعاء الإنسان، حيث يمكنها أن تعيش في الأمعاء لمدة ربع قرن ويمتد طولها لبضعة أمتار. من أكبر الأمور دهشة هو ما وقع في الهند، عندما عثر على سمكة صغيرة في متانة طفل صغير، والغريب أنها كانت على قيد الحياة ولم تؤثر على صحة الطفل وجسده، فاضطر الأطباء إلى